لو عايز تشتري سهم في البورصة بس انت محتار اذا كان سعره حقيقي ويستاهل تشتريه ولا دي مجرد مضاربات بين المستثمرين، تعمل ايه؟ لازم تعرف ايه هي القيمة العادلة للسهم ده. ببساطة كده هتحدد بالتقريب قيمته الحقيقية. طيب ازاي بقى بنحسبها؟ عن طريق 3 نقط. اول نقطة هتقارن ما بين سعر السهم وارباح الشركة. تاني نقطة هتقارن بين سعر السهم والاصول اللي بتمتلكها الشركة. واخر نقطة بقى ودي صعبة شوية، المحلل الفني في الشركة اللي انت بتتداول معاها هيساعدك في حسابها. بس باختصار هي بتقدر ارباح الشركة في المستقبل وبتخصمه من سعر السهم في الوقت اللي انت بتقرر تشتري فيه. وانت بتحدد القيمة الحقيقية لاي سهم في حاجات لازم تاخد بالك منها زي العرض والطلب والتوقعات المستقبلية للمستثمرين على السهم. ده غير انك لازم تكون شايف القطاع اللي الشركة بتستثمر او بتنتج فيه، وكمان باقي الشركات بتنافسها ازاي. وكمان لازم تعرف اداء الشركة الحالي والمستقبلي، الارباح والايرادات والنمو والابتكار، وكمان عوامل اقتصادية تانية زي التضخم واسعار الفايدة على قيمة السهم. في المجمل انك تحدد قيمة حقيقية للسهم هي عملية صعبة ومعقدة، بس هتخليك تختار الاسهم الصح وهتساعدك في بناء محفظة استثمارية قوية. قولي في الكومنتس ايه الاسهم اللي انت احترت في تحديد قيمتها الحقيقية قبل ما تشتريها.